السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله ضمن سلسله حلويات العيد غادي نقترح عليكم حلوه المروحه الغنيه عن التعريف، فان شاء الله تعجبكم وتجربوها. بالنسبه لطريقه التطيب والكميه باش تعطينا اكثر من 70 حبه، تبعوا معايا الفيديو. هنا منين قسمتها على 2 كتشوفوا معايا انني منين فتتها هشيشه رطبه، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. بالنسبة للمكونات نمرو بسم الله على بركة الله. عندي الزبدة نوع جيد 250 غرام درجة حرارة المطبخ، عندي رشة من الملح، عندي الفاني تقدروا ديروا 2 كيس من الفانيلا انا درت النوع الجيد، وعندي كاس ونص من السكر. كل مرحله اخواتي كنخلطوها مزيان، يعني كل حاجه كنعطيوها حقها. بالنسبه لي هنا غادي نضيف من بعد ما خلط الزبده مع السكر والفاني، غادي نضيفو 2 حبه من البيض بدرجه حراره المطبخ، وكذلك غادي نخلطو مزيان. ومن بعد غادي نضيفو كاس ونص من الزيت النباتي، وكذلك غادي نخلطو مزيان باش كتولي عندنا الخليط نتاعنا ككريمه. من بعد ما غادي نخلطوا الكل اخواتي، غادي نضيفوا كاس من الكوك اولا جوز الهند اللي غادي يكون محمر باش كيساعدنا باش انه كيعطينا اللون المطلوب. بالنسبه للكراميل بالنسبه للفلون درت الفلون الحجم الصغير، يعني 2 غرام ونص. غادي نخلطو كذلك مزيان حتى كينسجموا المكونات كلهم مع بعضهم. بالنسبه اخواتي للدقيق احتاجيت 800 غرام بالضبط، كيبقى على حسب نوع يعني او حجم البيض او لا على حسب نوع الدقيق. بالنسبه للخميره ما فيهاش خميره الحلويات باش كتحافظ لينا على الشكل نتاعها. هنا اخواتي كنضيفوا الدقيق بشويه بشويه، وكذلك كنجمعوا برؤوس الاصابع يعني بحال الصابلي. فبالنسبه للمكونات ان شاء الله غادي نكتبهم لكم في صندوق الوصف. غادي نجمع العجين تاعي وغادي نشوفوا معايا القوام تاعها. هنا ملي جمعتها كتجي بهذا الشكل هذا. هنا اخواتي عندنا السكر سنيده اولا السكر الخشن، غادي نضيفوا عليه بذور الخشخاش اولا البافو. غادي نضيفوا عيننا ميزاننا حتى كيعطينا يعني الشكل المطلوب باش اننا نفندو فيه الحلوى نتاعنا. بالنسبه اخواتي للحجم تاع الكويرات، يعني غادي يكون تقريبا 23 غرام حتى 24 غرام باش كتجينا الحلوى نتاعنا رقيقه والشكل نتاعها جميل. و يعني القياس خصنا ضروري اخواتي اننا نحترموه باش الشكل تاعها كيجي زوين. هنا كورت غادي نفندو في السكر وغادي نحطو الطابع نتاعنا، كتجي بهذا الشكل هذا. الحفيره اللي في الوسط غادي نخدموا ليها الشكلاط مباشره، يعني غادي يطيب معاها. خليكم معايا باش تشوفوا. وبالنسبه للكويرات كوروا اخواتي اللي ما عندهاش الميزان، انا درت عيني ميزاني لكن ملي قياس كانت 23 غرام. بالنسبه لينا غادي نكوروا الكويرات صغار، نحطوهم في السكر وبذور الخشخاش اولا البافو وكنطبعوا. غادي نكمل كامل الكميه. في هاد المرحله هذه غادي يكون عندنا الفرن مسخن على درجه 180. فاش كنحطوا الطاوه نتاعنا كنحطوها كتكون اخواتي يعني النار هاديه تماما. بالنسبه لهاد الشكلاط فهو ما كيدوبش اخواتي، كيتباع يعني غادي نحطوه يدخل مع الحلوى نتاعنا الفران
صافي غادي نخليوها على نار هاديه تماما حتى كطيب من التحت وكتحمر. كتاخد معنا شويه د الوقت. الطياب تاعها بحال الصابلي، ومن بعد كنشعلو عليها من الفوق غير واحد شويه، يعني تقريبا 2 دقائق. ما نساوش عليها باش ما تحرقش معنا. هذا هو الشكل نتاعها. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. نتمنى انكم يعني ما تنساوناش من لايك تشجيعا لنا. الى اللقاء في وصفه من وصفات حلويات فاطمه الزهراء.